السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، الشرط الخامس من شروط البيع، وهذه الشروط يا إخوان إذا انتقض منها شرط ماله البيع لا يصح. هذه شروط الصحة، بخلاف الشروط في البيع مسألة ثانية كما سيأتي. هذه شروط الصحة، بحيث إذا تحققت هذه الشروط كان البيع صحيحا، فإن اختل واحد منها كان البيع فاسدا أو باطلا. ما أدري إيش رأيك هل هو فاسد أو باطل؟ هل هو فاسد أو باطل؟ نعم، الباطل هو الفاسد إلا في مسألتين، هما النكاح والحج. فالنكاح ما هو الباطل؟ الآن وصلنا. ما أجمع على بطلانه كنكاح خامسة، أجمع، لكن احنا بغيت ما هو الباطل؟ أجمع على نكاح خامسة. أما الفاسد فهو الذي فيه خلاف، مثل إيش؟ كنكاح بلا ولي، فإن هناك من يجعله صحيحا كالحنفية، ولذلك إيش؟ وكذلك الحج ما هو؟ ما يبطل إلا بالردة. إذا ارتد المحرم بطل حجه أو عمرته. والفاسد ما حصل فيه جماع قبل التحلل الأول. قبل التحلل إيش؟ الأول. أما لو كان الجماع بعد التحلل الأول لا، ما يفسد، لكن في تفاصيل إن كان قبل طواف الإفاضة، إن كان قبل، نعم، وقد تكلمنا عليه في موضعه. قال أن يكون المعقود عليه السلعة. يعني إيش المعقود عليه؟ السلعة التي عقد عليها بيعت، مقدورا على تسليمه، فهناك قدرة على أن يسلمه من؟ البائع للمشتري. وترى قولنا أن يكون معقود عليه يتناول ماذا؟ السلعة والثمن. ترى المعقود ليس فقط السلعة وماذا؟ لأن الثمن ماله مبيع أيضا. كما لو باع غترة بقميص، قميص إيش؟ مقابل غترة. ثوب مقابل إيش؟ غترة. ثوب مقابل إيش؟ مخدة. فلا بد أن يكون مقدورا بحيث يستطيع من؟ أن يسلم البائع، نعم، والمشتري يسلم إيش؟ لأنه أيضا هو معقود عليه، فالثمن أيضا معقود عليه. ولذلك فالثمن يتعين بالتعيين. كيف يعني؟ أعطيه مثال. قال شوف، أبيعك هذا الكتاب بهذه 500 رقمها كذا، جديدة طالعة من البنك، هذه الآن معقود عليه معين، ما يعطيه 500 غيرها. فهمت يعني؟ ليه؟ معينة، لأن
اللي بعد يقبل 5% هذا اللي فيها غرام واضح. جديدة يبغى يفقع بها مثلا زوجته جديدة طالعة يبغى زوجته تفقع بها، يريد أن يفقع ولده جديدة ما يبغى بالية. وأيضا هذا رقم ماله اللي فيها قد يكون جعله إيش هو رقما لجواله، أنت معي له إيش له غرض. نعم. وإذا فإنها تتعين بالتعيين كما نص عليه الأصحاب. وإذا قالوا والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا بد أن يكون قادرا على تسليم هذه 500. طيب إن كان 500 مسروقة، هذه 500 مسروقة هو سارقها ما صح البيع هذا. أي نعم، ما لا يملك، باع شيئا ليس له وليس مأذونا له فيه. ولذلك لو هذه مسائل أخرى يعني يقول لك واحدة تجيب واحدة بذلها المسائل لو سرق شاة وباعها هل صح البيع؟ طيب من علم أنها مسروقة يصح يشتريها؟ طيب باعها وراحت الشاة، بغى ناخذ الشاة لقينا المشتري سواها ذبحها وكلها، يطالب ايش الآن؟ بالقيمة ولا بالثمن؟ المالك مالك الشاة الذي سرقت منه بما يطالب؟ ما هو بالثمن ولا بالقيمة؟ بقيمتها، ما يطالب بالثمن اللي باع مين؟ الذي باع به السارق. فايش قيمة ايش؟ ولذلك عندنا هذه السلع على نوعين، منها ما يكون مثليا فيضمن بالمثل، أما ما كان متقوما فيضمن بالقيمة. في أشياء مثليات مثل ايش عندنا؟ كالمكيل لو سرق صاحب أبيض يطلع يرجع كم؟ صاحب أبيض. لكن لو سرق أشياء ملو مثليات، قميص مفصل على هذا الإنسان ما يجعل غيره سرقه، هذا إيش فيه؟ القيمة. وهذه القيمة يقول لك كلمة تجيب كلمة يا شيخ، مسألة تجيب مسألة، تقوم إيش؟ كأن السارق غاصب، هذا غصب يعني بأعلى قيمة، لأن هذا القميص فلان سرق القميص سرقوا أيام العيد ماله؟ سرق الكبش أيام الأضاحي ماله الكبش هذا؟ أغلى ولا إيش؟ ولا يقوم بعد العيد؟ واضح؟ طيب مسألة ثانية، سرق نعجة والنعجة جابت تومة، يضمنها إيش؟ قيمتها إيش؟ والتومن حقها، وشرب حليبها وأخذ بولها وبعرها. طيب كل شيء مضمون. ولذلك عندنا ضمان غصب وعندنا ضمان أمانة. أخذ شيء حرام هذا ضمان إيش؟ غصب، سرقة، شل نهب. أما الأمانات لا تختلف. مثل إيش الأمانة؟ وديعة وإيش؟ ورهن عند مختهر، ولها هذه كلام طويل. نعم، لكن يقول لك مسألة تجيب مسألة. طيب أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر عليه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، هذا التعليم.
نعطي أمثلة جديدة مثلا في العصر الحديث. باع هذه الأرضية لكن فيها معارضة من البلدية، يقدر يسلمها؟ فيها معارضة من إيه؟ من البلدية وما يقدر يسلمها للمشتري، غير مقدور على تسليمه، وهي تحصل يمكن عند القضاة وعند نعم. قال جاب بعض المسائل: فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا. من هو الآبق؟ ها؟ العبد الهارم، عبد أبق من سيده، حتى لو قيل ليه ما يقدر يسلم الآبق هارم، نعم، حتى لو علم خبر، يعني علم قال لك حتى لو علم خبره قال أنا موافق عليه، ما يصح. هذا معنى الشيخ. ها؟ قوله إيش؟ علم أو لم يعلم. ها؟ حتى لو قال يا أخي أنا نعم أنا أقدر إيش؟ أنا موافق عليه، يقول لا، لأنه في نص كيف جاي: سواء علم المشتري خبره أنه آبق أو لم يعلم فبيع عليه، فإن هذا البيع لا يصح، بيع فاسد. طيب ما معنى قولنا فاسد؟ معنى قولنا بيع فاسد قد عقد ثم فسد، لا يترتب عليه ثمرته، هذا الفاسد، فلا ينتقل فيه الملك، لا ينتقل فيه. أما هناك بيوع وإن كان يردها المشتري كالبيع بيع معيب، البيع لك بخيار، فإنه ينتقل فيه الملك بدلالة إيش؟ لا، بدلالة أن ما يخرج من مال المشتري، فلو باعه شاة حاملا في المجلس يثبت به ايش؟ خيار المجلس للبائع ومن باعوا هذه الشاة ب500 ريال، يثبت كل منهما خيار الحديث. أظن أخذنا الاختيار، ما أخذناه. الشاة في المجلس نسيت، جابت ولد، قال بايع أنا إيش؟ ما عاد أبغى، أختار الولد لمن؟ للمشتري. إيش اللي شاك؟ ها؟ أو احتلبها المشتري، حلبه وشرب الحليب، أو خذ قلت لك إيش؟ البول باعه مثلا إيش؟ دواء مثل بول الإبل، اشترى ناقة في المجلس بالت، وش سوى؟ أخذ البول وشربه تعالج، ثم اختار البائع إيش؟ الفسخ، وهو ما في المجلس، لما الولد ولا ما هذا الحليب اللي أخذه لمن؟ ليه؟ علل: لأنه نماء ملكه ونماء ملكك لك، فهو نماء ملك من المشتري. أما النماء المتصل ماله يعود مع العين، لو باعه عبدا في المجلس طبعا يثبت ايش؟ الخيار. وجاك واحد وعلم العبد في المجلس الهندسة، أصبح مهندس، ماله؟ ترتفع قيمته ولا ترتفع؟ عبد خجمه ولا عبد مهندس؟ مسوي يا شيخ؟ عندنا يقول ما يفكر عن بعض، وهو كل أينما يوجهه ايش؟ لا يأتي بخير، خجمه ما يعرف له ولا شيء، لكن تعلم الهندسة، أصبح مهندس على مستوى في المجلس، واضح؟ تعلم الكمبيوتر وتعلم بدي ايش، ثم اختار البائع ايش؟ الفسخ، يرجع مع ايش؟ هذا نما ما هو
متصل فيتبع العين، يعود نماؤه معه، ولا يقال إيش؟ يقوم من جديد على أنه مهندس بدل ما كان إيش؟ نعم ليس مهندسا. فالنماء المتصل يتبع العين، أما المنفصل ماله يكون للمشتري ما دام، لأن البيع صحيح، فانتقل الثمرة. إذا صح البيع صح العقد، انتقل، ترتبت آثاره عليه. وكذا لو رده بعيب مثلا، اشترى الشاة هذه واضح، وفي المجلس نثقت الشاة. ايش الشاة؟ احنا عندنا الشاة ما يقول هنا، عندنا الماعز، والشاة لا تشمل الظأن وايش؟ والمعز. جابت ولد، ولما جاء المشتري وجدها عمياء، يرجعها ويدها لمن؟ له المشتري. ليش ردها؟ العيب ياخذ يعني شاة عمياء، ونعم خذ ولدها وجه. هذا نماء منفصل، نعم. جاءت بهذا النماء وهي ملك له، ونماء ملكك لك. قال فلا يصح بيع آبق علم أو علم خبره أو لم يعلم، في حديث أن النبي نهى عن شراء العبد وهو آبق، والنهي ماله عند علماء الإيش؟ الأصول ويقتضي الفساد. النهي حرام. ايش ثمرة حرام؟ ما يترتب عليها. لا، ثمرة حرام انه آثم. حكم تكليف. شوف كيف يعني عندنا مسألتان: عمل آثم، والبيع ماله لا يصح، لأنه يحرم على المسلم أن يعقد العقود الفاسدة. يعلم يعني حرام، ما يجوز له يعقد العقود الصحيحة، فلا يدخل في بيع فاسد ولا في نكاح فاسد. إذن عندنا إيش؟ نهى النبي هنا، نهى. أيوة حكم، أيوة. النهي ماله يقتضي الفساد، يعني أن البيع هذا ماله غير صحيح، فلا ينتقل فيه الملك. ولكن لو باعه عبدا آبقا يرد إيش؟ الثمن إلى مين؟ إلى المشتري، لأن هذا البيع غير صحيح ولا ينتقل فيه الملك. لكن لو اشترى شاة زي ما قلنا وهما في المجلس، ماتت الشاة، من ضمان مين؟ المشتري. اشتراهم باقي في المجلس، طبعا ايش؟ الخيار لكل منهما. قبل ما يختار واحد ماتت وهما في المجلس، طبعا ما فيها عيب، ما يتصاعدوا خطفتها. المشتري له شيء يسلم الثمن، الخراج بالضمان، كما أن لك نتاجها ومصالحها الخارجة منها فضمانها عليك. ما تدفع ولا حاجة، فاتته، ويدفع ايش؟ الثمن الذي اشترى به. طيب حتى برضو يعني التعليل سليم، لو تتكلم عليه هنا يقال بمقدوره، يقال بمقدور المشتري أن يتسلم، يستطيع أن يتسلم. لا بس هذا حديث حتى وإن كان فيه ما فيه، لكن العمل عليه. ويقول نعم. ولا بيع شارد، الشارد نفسه مثل ايش؟ جمل شارد مثل آبق، لأنه غير مقدور على تسليمه. ولا طير في الهواء، ولا سمك في الماء. يعني سمك فين؟ في البحر، شاف سمكة
قال ابغى اصيدها، اجل ابيعها عليك، ما يصح. اما لو كانت محوزه فين؟ في بركته، عارف بركه معاه، عط فيها يبيع، هذا ماله مقدور على تسليمه. لكن بالبحر في النهر ولا في النهار، حتى قال ولو ألف الرجوع، يعني هو باعه هذا الطائر يعود إلى القفص، لكن أثناء وطائر في الهواء لا يباع. إذا أصبح في القفص ماله يبيعه، يقفل عليه، كان يمسكه، وأصبح على تسليمه مقدور على تسليمه، إلا أن يكون بمغلق، يعني قفص واضح. لكن ما دام في الهواء، لأنه إذا قلنا طير في الهواء الجار والمجرور ماله هذا متعلق بمحذوف صفة عند النحاة، محذوف ماله، والصفة تخصص العام وتقيد المطلق أصوليا. يعني الطير فين؟ في الهواء، واضح. فالجار والمجرور نفسه ماله، هل هو يكون صفة يكون متعلق. كذلك لو أخبر به فإنه يكون متعلقا عند النحاة، كما قال ابن مالك إيش؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، إلا أن يكون بمغلق، يعني مثل إيش؟ كقفص، أو كان إيش؟ السمك، وسيأتيك نعم السمك، قال ولو طال زمن أخذه، يعني فإن كان بقفص بمغلق ولو طال، يمكن أعطيك مثال، هذا قفص والطير في شافه اشتراه، صحيح البيع، كل ما يجي يمسكه إيش؟ هرب منه. هذا يقول لك ولو طال زمن أخذه، واضح. هذا قفص مسكه من هنا هرب كذا، قلبه كذا هرب هنا. لكن بإمكانه إيش؟ نعم أن يمسكه وأن يتسلمه، فهو مقدور على تسليمه. حتى قال لك وإن طال زمن الأخذ، يعني بمعنى زي ما قلت لك، كل ما جاء من هنا هرب من الجهة، جاء في الزاوية هرب في الزاوية الثانية. قال ولا بيع سمك في ماء كذلك، لأنه غرق ما لم يكن مرئيا بمحو. إيش معناه؟ يقول زي بركة، زي حوض، نعم، يسهل أخذه منه. فإذا كان في مكان محوز كبركة أو حوض فهذا يجوز، زي الطير اللي إيش في الهواء، إلا إذا كان بمغلق كقفص. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. ليه؟ لأن غاصبه ماله قد قبضه، فقد استلمه الغاصب. فلو غصبه شاة أو غصبه أي سلعة فباعها على مين؟ صحيح، يعني الغاصب ماله قابض لها، قد استلمها. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، ومسروق من مين؟ من غير ايش؟ السارق، باعه عليه، سرق عليك حاجة واعترف بعتها عليه، ما في شيء، صحيح. ليش؟ لأنها مقبوضة عند مين؟ عند من سرقها، مقبوضة مستلمها. أو قادر على أخذه، كيف يعني؟ أيوة عنده سلطة، يقدر يأخذ المغصوب من الغاصب. لأننا إيش يهمنا إحنا؟ القدرة على التسليم، أن يستلم من سلعته المشتري، وكل منهما ماله يسمى مشتريا، البائع والمشتري كلهم. لأن لا يشترط في البيع أن يكون بنقد، يعني فلوس، لا، اشتري غترة بغترة، غترة بقميص، بقرة بنعجة، نعجة بنعم،
نعجة بنعجة، نعجة بنعجتين، عبد بعبدين، كله صحيح. لأنه لا يقع على تسليمه إذا كان من غير الغاصب، كلها ثمرة على قوله أن يكون مقدورا على تسليمه، فيبقى على غاصبه أو نعم صح، لأنه أصبح ليس هنا غرر، ولأن الغاصب قد استلم السلعة وهي عنده، وكذا من كان قادرا على أخذها من الغاصب لا يلحقه غرر في ذلك. طيب، فإن باعه على من كان قادرا على أخذه ثم تغير الحال، كيف؟ باع على واحد إيش؟ مسؤول يقدر يطلعه منه، شوية المسؤول هذا فصل وطرد، يثبت له الخيار، يتوجه، يثبت له الخيار. عندنا ايوه تلك اللحظه، لكن بعد ذلك ما له، قبل ما يستلمه يثبت له الخيار. ولكن فإن عجز بعد فله ايش؟ يعني مخير، له ان يفسخ البيع، وله ايش؟ ان يستمر يذهب يطالب به. ان عجز قلت لك كان مسؤول يقدر، لكن بين عشيه وضحاها ايش؟ فصل وطريق، اصبح ما عاد يده شيء، فإنه يملك ايش؟ الخيار، له ان يفسخ وله ان يستمر على ايش؟ لان البيع قد صح، البيع ماله، ولكن يعني عند العقد بعد ما ينعقد صحيح، يطرأ عليه بعدين ايش؟ الفسوخ، سواء كان فسخا لعيب أو فسخ نعم لأمور مما يتعلق بالأمانة، كما مر مثل ايش يعني؟ مثل ايش؟ كما لو باعه تولية أو مرابحة أو مواضعة لأربع البيوع، تسمى بيوع الأمانات، ثم وقع الخلاف، كيف يعني؟ قال يا فلان هذا الكبش تراني اشتريته 500، اشتريته 500، شله بالخمس، وهو كذاب، شراب 400، يرجع عليها بالمئة، تبين له أنه إيش؟ نعم، هناك من قال يفسخ أو إيش؟ أو يعود عليه بمبلغ، أو يعود عليه، الكلام في المسألتين، ويسمى بيوع الأمانات. بيوع الأمانات ما قلنا في باب الخيار، من باعه تولية، هذه التولية ما هي التولية؟ برأس المال، أو مرابحة أو مواضعة، يعني قال له هي ب500 شريتها أنا، شلها تستاهل ب400، ولقينا كذا. هذه مرت معنا في أظن في باب الخيار. نعم، ألا يرد قادم على أخذه على كلام السابق العقد الآن؟ لا مقصود يرجع إلى أقرب مذكور. بس ما الفرق؟ لا العقد الآن قادم على استلامه يمنعون، هذا في نص هذا الشيء، أي نص خلاص قلنا نهى عن بيع هذا. نعم، ولكن عندنا شوف أي قضية فيها نص ما عاد فيها كلام، حتى لو جاء أحد بقياس يرد، نقول هذا القياس ماله؟ قياس فاسد. ليه؟ مقابل نص. أما عند الحنفية القياس يقدم على خبر الواحد، ولذلك لو اشترى شاة مصراه ما معها أو بقرة، عندها بقرة يشتري بها، يخليها ليلة 3 حتى تقضي ضروعها ما شاء الله،
واحد يمسك يبغى يضحك منيح، يبغى يحسب فيها لا ما طلع ما فيها إلا كله ورمى هكذا ونعم. هذا يسمى إيش؟ مساقاه. فإذا اشتراها ماله ثم تبين أنها إيش؟ يعني ما فيها لبن، مساقاه يعني خديعة هذه. فإن شاء ماله المشتري أمسكها راح حلبها ما لي فيها شيء بسيط، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا كلام النبي ثابت في الصحيح. لا الحنفية يقول لا، يرد اللبن إذا هو موجود اللبن. احنا نقول لا، حلبها شاف الحليب قال شرد البقرة والحليب حقها مشي، نقول له ما في، ردها وإيش ما تبغاها ردها الحليب عندك كله، حتى لو رجعته رد معها صاع من تمر. ها؟ كلا نقول له القياس يروح الوادي، هذا قياس مقابل نص، قياس فاسد. لكن عندهم ما هو هذا خبر آحاد، فيرد عندهم بالقياس. ليش؟ القياس عندهم ايش؟ الأصل مثليات. يا شيخ ليش تحط صاع من تمر؟ الأصل ايش؟ الضمان بالمثل. ولا يجيب لك صحن حليب زي حليب يا أخي ويعطيه، ولا يرد الحليب ولا كذا. قل له النبي قال ايش؟ إن شاء أخذها أمسكها ما له شيء، إن كان ايش أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحنفية قلت لك ايش؟ يقدمون القياس هنا. لكن حنقول ماله هذا قياس ماله فاسد الاعتبار، قياس مقابل ايش؟ مقابل نص. وكذلك الآن لو أخرج زكاة فطر نقدا، بغض النظر عن كلام الناس أتكلم، ها نقول له هذا كلام مو صحيح. النبي ايش قال فيها؟ هذا ابن عمر ما هو قال فيها فرضها صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو كذا، هذا فرضها النبي، وهذا يخصص فرضها صاعا. يقول قائل أنتم ما تقولون من هذه الأربعة الأشياء، تقولون من أي طعام؟ قلنا نعم، هذا أبي سعيد نخرجها صاعا من طعام. يا شيخ قل له هذا كلام مقابل نص، فهمت؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما في كل كلام ايش يخالف ما جاء من السنة ايش وهو مردود على صاحبه. عدو مجتهد ما مجتهد مسألة ثانية هذه، كده اجتهاد واضح. الحنفية عندهم اجتهاد حتى في ايش؟ في الزكوات، بناء على ماذا عندهم؟ النقدية، على ما جاء في الجبران. ايش الجبران؟ فيما لو كان عنده 25 من الإبل، ما هو فيها أنتم صاحب الإبل حسبت لها. لا بنت مخاض، أنت نسيت ترى فيها بنت مخاض. طيب قال والله ما عندي، هنقول بنت مخاض. قال عندي ياك يبغى اشتغل لكم، اشتغلنا ما هي مشكلة، أهم شيء إيش؟ طلع قال عندي بنت لبون، ما عندي بنت مخاض، قلنا ما في مشكلة. ويعطيه مين؟ اللي ياخذ شاتين أو 20 درهما. الحنفية قالوا هذا الفرق المقوم هذا دليل على إخراج إيش؟ تقويم النقد. لكن نقول لهم النبي قال الكلام هذا يكون في بابه فقط عند من كان فاقدا السن الواجبة،
فأخرج أعلى، أو كان فاقدا السن الواجبة فأخرج أقل، وضع معه جبرانا. هو يضع الجبران 220 درهم، يعني عليه إيش؟ بنت لبون أخرج إيش؟ بنت مخاض يحط عليها إيش؟ 220. إلا إن أخرج ابن لبون ذكر أجزاءه بلا جبران، مع أنه أخبأ، لكن ما نعم، لأن الأصل في الزكوات في بهيمة الأنعام تكون أنثى، لأنها مصلحة الفقير، يروح يحصل منها عيال. لما تعطي أنت مثلا شاه ويروح يحصل منها إيش؟ 5 شوص، يحصل منها كبش، يحصل منها عيال، والعيال تجيب عيال، ما طلع كبش في الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا كان نصابه كله ذكورا، كله كباشا، وكانت سائمة أكثر الحول، من التجارة يعني سائمة، أخرج منها كبشا. ليه؟ فاتقوا الله. إيش؟ ليش تكلفوا إني أجيب شيخ كله كباشا؟ لكن لو كان معه 38 كبشا وشاتان طلع شاه، أنه قال في 40 شاه إيش؟ شاه، هكذا عليه الصلاة والسلام. إحنا ليش جابنا في هذه الشيء يا شيخ؟ ها؟ قال: والشرط السادس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. ما يصح بيع المجهول يا شيخ. علبة مقفلة فيها خاتم، أبيع اللي في العلبة هذه، لا، لابد إيش؟ أن يعلمه يا أخي، تبيع عليه مجهول. وهذا طبعا إيش في البيع، وكل ما كان حكمه حكم البيع. أنا أعطيك مثال، يعني سؤال، امرأة قالت: يا شيخ احنا الأسرة حقنا العيد كل واحدة تجيب لزميلتها هدية. السؤال جانا على التليجرام اللي نزلناه. الهدية شرط بينهم، ايش معناه؟ أهب لك هدية وإيش؟ وتهب لي هدية، عائلة كلها، والهدايا مالها مغلفة. قلت لهم: ما يصح هذا، ما يجوز هذا. ليه؟ لأن هذه الهبات أحكامها أحكام البيع، فكل هبة وكانت مشروطة بالعوض فإن أحكامها أحكام البيع. أما واحدة حاطة لها في علبة حاطة لها خاتم، واحدة حاطة لها دماء، واحدة حاطة لها عيال، واحدة حاطة لها حبة حلاوة، واحدة قلت: معلومة تعلمها اللي تأخذها؟ قالت: لا. قلت: لا. قالت: ما نبغى تعلمها عشان كل واحدة إيش؟ المهم إيش؟ كل واحدة تجيب هدية وتأخذ هدية. هذا ما يصح. ما هو لماذا قلنا؟ لأنه غير هذا حكم البيع. وهذا عند الفقهاء الهبة التي شرط فيها الثواب، شرط فيها إيش؟ العوض، فإن أحكامها أحكام البيع. اشترط إيش؟ أن تكون إيش؟ معلومة. قالت: كيف احنا مجموعة؟ ما علي منكم، الهبة تعطيناها معلومة واللي تأخذ منها إيش؟ معلومة. لأن عندنا أشياء كثيرة أحكامها أحكام البيع. طيب، قال: أن يكون معلوما عند المتعاقدين، يعني عند البائع والمشتري، أو الواهب والموهوب له، إذا كانت هبة سقط فيها العوض. فلا بد إيش؟ أن يكون معلوما، لأن المبيع فيها غرر، والنبي قد نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام.
الشريعة هذه ما فيها غش ولا فيها ظلم ولا فيها ملاحطة، ها لا بد يكون إيش؟ معلوم، حتى يعي على ماذا دخل، وش اللي اشتراه وش اللي باعه. طبعا العوضين كلها ما دفعه المشتري يكون معلوما عند الاثنين كلهم، وما دفعه مين؟ البائع. زي ما قلت لك غترة بقميص ماله؟ غترة معلومة، كم مقاسها؟ ايش لونها؟ بيضاء، غترة حمراء، غترة سوداء، واضح. مقاسها 60، في أكثر في أقل. ايش الغترة هذه؟ بسام ولا اشمق العقل ولا مدري ايش، واضح. وطبعا ايش تعلم؟ اما بايش؟ برؤية او ايش؟ او صفة ما لها مما يصح في السلام. لكن هذه الرؤية نقص معنا يا شيخ، ما نبغى نعيدها، جاية ها. قال إما برؤية له، يعني بإيش؟ ما عقد عليه سواء كان مبيعا أو ثمنا، أو لبعضه الدال عليه مقارنة، يعني مقارنة صفة لإيش؟ لرؤية. يعني إيش بعض الدال عليه؟ يعني مثلا حب من هذا النوع أحمر، ها؟ حب إيش من هذا النوع معروف، يعني إيش؟ أخرج منه جودة من هذا النوع أحمر، دخن من هذا النوع، سمسم. ورأى المشتري لهذا الدخن إيش؟ أو رأى قلت لك إيش؟ ما كان مثله، نموذج مثله، رؤية أو رؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع، لكن قبل شهرين شاف عندك عنب ودحين جاي يشتري هذا يتغير، هذا ها اسكيم. طيب يتغير هذا في الفترة هذه، يعني ماله يثبت. وإذا قال لك في زمن ماله لا يتغير فيه المبيع غالبا، أما إذا يتغير في ماله لا يصح معناه، لا يصح العقد، لأنه تغير عن صفته فأصبح غير معلوم لمشتريه، فدخل في باب الغرر الذي نهى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. ويلحق ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه في أشياء إنما تنضبط باللمس، حرير، قماش، خشن ماله لين، أو شمه طيب، ها يعرف بشمه، أو ذوقه بإيش؟ حالي، قال يا أخي ها حلو ولا حامر، مز، يعرف بإيش هذا؟ بالذوق، وله أن يلحسن له إذا يبغى يشتري. أما إذا ما يبغى يشتري حرام عليه ينقصه، حتى لو كان لحسن لكن تنقص تراها حرام هذا. يعني يقوم إيش؟ يأكل حبة عنب، يأكل حبة برتقال، يأكل حبة موز، يأكل والله يا أخي أطعمه حالي ولا حامر، يأخذ شيء يسير وقاصد إيش هو؟ يبغى يشتري، ما يأخذ خيانة وحيلة، يأكل حقوق الناس ويتلحسن. أو صفة تكفي في السلام، ما تكفي في السلام، ما هي الصفة اللي علق عليها؟ ما هو ينضبط بها المبيع، ينضبط بها إيش؟ أيوة، صفة تضبط المبيع، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي صفة إيش؟
منضبطة. قال فتقوم مقام في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ولا يصح بيع النموذج. يقول مثلا بيع الصبغة على أنها من جنسه، هذا صحيح. قلنا القول الصحيح أن هذا يصح، أن هذا يصح. قال له هذا نموذج الحب، هذا نموذج، وباعه الصبغة على أنها من جنسه. هذا كلام القول الصحيح أن هذا صحيح. إيش النموذج؟ عين هذا كلام صحيح يباع، من كان المذهب يقول نعم. لكن قول وأن يبيعه الصبغة، الصبغة ما هي؟ الكومة. فهل يصح بيع الصبغة؟ نعم يصح، ما دام ماله شايفها يا شيخ، ها، إلا إذا كان فيها غش داخل فيها حجر. أنت معي؟ حط حجر صب كذا كذا وحط الصبغة فوقها هذا غش واضح يا شيخ. الأرض أنها تكون الأصل مالها مستوية. فإذا رأى الصبغة بعينه واشتراها صح، حتى وإن لم تكن إيش، لم يعرف كم صاعا فيها، لكن ماله شابه. جاب له نموذج حب أحمر، قال له هذا عندي صبغة حب أحمر، شافها واشتراها ما في شيء. حب أبيض، هذا النموذج يقول له ها العين الآن بس. أنا عندك يطلق مثل قطرة بس، ها، وقال لك عندي كلها من هذا النوع كم 20 30. فيصح بيع الصبغة حتى وإن كان لم يعلم كيلها. الرؤية كافية، الرؤية كافية. ها نعم، أيوة لا هذا الصحيح. فين أقول هذا الصحيح؟ نتكلم عن قلنا قبل شوية، قلنا وقعك عينه خلاص، هذا القول الصحيح. نعم، ما الكلام هذا. نعم. قال لكن احنا قلنا هنا أهم شيء قضية على اشترى الصبغة حتى وإن كان لا يعلم كم صاعا فيها، أو اشترى حديدا لا يعلم كم وزنه، لكن ماله شافه بعيونه ما هو باقي. حب كيس فتحوا شاف الحب ما يدري كم فيه، لكن شراه شفته يا أخي بعينك ما عاد في كلام. نعم. أو حديد لا يعلم كم وزنه كم طن، لكن ماله رآه بعينه، رآه بعينه. إلا إن كان يجي إيش عيب، الحب ماله قد دخل فيه الماء مبلول، الحديد طلع من تحت مصدي هذا إيش رد إيش بالعيب، بالعيب. إن شاء أن يرده بالعيب، وإن شاء إيش وإن شاء أخذ أغشا عندنا عند أصحابنا حنابلة. ويصح بيع الأعمى. نعم، مش المشكلة؟ وشراء الأعمى بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به، كما يصح توكيله في ذلك، كما لو وكل شخص آخر صح مطلقا، مو الأعمى شرط. أنت لو وكلت واحد يشتري في شيء أو يبيع لك في شيء، ليش؟ وكالة صحيحة، لأن النبي وكل مين؟ عروة البارقي رضي الله عنه. بعدين يشتري له شاة، وش سوى عروة؟ شرى ايش؟ شاتين، وباع واحدة بدينار رجع بدينار ورجع بشاه. يعني كان ماله في البيع والشراء ماله جيد جيد. نعم. ترى كثير من البياعين خونة بعضهم، وبعضهم غشاشون، وأغلب ما يغشون النساء. تجي الحرة مسكينة قال بقى ماله، قال لها ب100، قالت أشيله ب90. أنا رأيت بقى في السوق في بعض المدن سمك ما هكذا. نعم. أجت عجوز مسكينة قال لها ب100، قالت لا عشان ب90، قال خلاص، وتطلع ويبيعوا بعدين ب50 ب40. شوف هالغشاشين دول، خاصة الحريم والصغار.
الحريم والصغار ايش؟ والمغفل ها؟ مع مساكين. ولذلك يصح بيع المستغسل ما يثبت الخيار في كلام اصحابنا، اظن اخذناها الا خيار المستغسل والناجش تكلموا علينا مرت معنا في باب الخيار. المستغسل في الدفع قال له ماذا؟ قال بكم ايش الا هذه؟ قال ب50. قال لا ما نبيع. قال ب60 ب70 ب80 ب100. مستغسل ها مسكين ما يعرف. ها يجي الخيار ما اخذناه خلاص حتى ياتي الخيار. اذا اعمال يصح البيع ويشتري. نعم اذا وصف له وصفا ايش؟ منضبطا، وصفته ينضبط. وكذلك ايضا ايش؟ اذا لمس، لان في اشياء تعرف باللمس او ايش؟ بالذوق. شم الطيب هذا عود، هذا ورد طايف. تحقق شيء من العله وهو معرفه المبيع. ايوه هذا كله داخل تحت ايش؟ ان يكون المبيع معلوما. قال فإن اشترى ما لم يره بلا وصف. احنا نقول لابد ايش؟ العلم له طريقان، ما هي؟ الرؤية والوصف. العلم قل فالعلم هنا له طريقان لا يعلم إلا بأحدهما، إما برؤية أو ما يقوم قبل الرؤية. قلنا مثل ايش؟ الشم واللمس والذوق، أو بالوصف المنضبط الذي ايش؟ يباع به في السلم. فإن اشترى ما لم يره واشتراه بلا وصف، أما لو كان بوصف نعم، أو رآه وجهله لم يعلم ما هو، ما يدري ما هو هذا. يعني أعطيك مثل، اشترى زيتونا يسوي عنب. طيب الزيتون ماله؟ ها؟ كأنه عنب. ها؟ أذكر مرة ناس راحوا المدينة، قال يقول واحد قال له حرمة خذنا من هذا العنب. شرى زيتون، يا جماعة الله أعمونا بهذا العنب. هذا عنب حامض مساكين. أذكر هذا فعلا الناس كلموني رآه ولا جهل لا يدري ما هو. أما لو كان شرع على أنه عنب طلع زيتون ماله هذا، ما يصح هذا. قال له أبني بهذا العنب، هو أعطاه زيتون، هذا ما يصح، هذا غش. أو اشترى على أنه عنب فبان زيتونا. طيب أو وصف بما لا يكفي سلما، يعني وصف ماله غير منضبط. الوصف كان في هذه الصفقة ليس وصفا منضبطا، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. وسواء كان الوصف ايش؟ على المبيع او على الثمن، ترى على المبيع او على الثمن. لكن الثمن لو تبايع مثلا هنا ب1000، ألف ايش معنى 1000 ايش؟ 1000 ريال سعودي. طيب لو تبايع في القاهرة ها هذه ب1000، 1000 ايش؟ لو تبايع في السوق السوداء، السوق السوداء ايش هي؟ فيها سلع، فيها جنيه مصري وفيها يورو وفيها ماء وفيها نعم العملة حق فرنسا وفيها، فايش؟ اغلبها رواجا، اغلبها ايش؟ رواجا. قال ولا يباع حمل في بطن، هذا مجهول يا شيخ. قال بعني ما في بطن هذه الشاة، حمل بطنها، هذا في جهالة. ولا يباع لبن في ضرع منفردين، لكن لو باع الشاه
حامل ما في مشكلة، أو باع الشاة التي لبنها فين؟ في ضروعها أو الناقة، هذا لا في إشكال لأنها تابع. لكن أن يبيع اللبن في ضرع الشاة أو الناقة أو البقرة نعم وحده، هذه في جهالة. وكذلك الحمل، فإن باع ذات لبن أو حمل ما في مشكلة، إيش دخل الضمير فين يعود؟ إلى اللبن والحمل، لأن البيع وقع على الشاه، شاه حامل وقع على الشاة التي فيها لبن، فدخل اللبن تبعا ودخل الحمل تبعا للمبيع، وكان البيع صحيحا. شوف، كله أهم شيء يكون معلوم يا شيخ، زي ما قلنا كلها مبني على أن يكون المبيع معلوما، لكن هذا مجهول، هذا في داخل بطنها. قال: ولا يباع مسك في فأرته، الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. شوف، تحط القاعدة إيش؟ ما وجد جهالة صح البيع، وجد جهالة ماله لا صح البيع، لأن في ذلك إيش؟ غررا، والنبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما لو كان معلوم كما لو قد رآه من أول رؤية ولا يتغير في المدة هذه، فهذا لا إشكال فيه. ولا يباع نوى في تمره، أن هذا يقول مجهول، قد يكون نوى ماله صغيرا وقد يكون كبيرا. ولا صوف على ظهر، يعني باع الصوف، صوف هذه الشاة وهو لا يزال إيش عليها، لكن لو قطع وباعه منفصل ما في إشكال. يقول نهى عنه ابن عباس: ولما اتصل بالحيوان فليدرك أفراده بالعق كأعضائه، كما لو باع رجل الشاة وهي حية صح، أو باع رأس الشاة، لكن لو استثنى رأسها صح. بعتك هذه الشاة إلا رأسها، ما في شيء صحيح. هذه ما لها هذه معلومة، نهى عن اثنين لن تعلم. فإن باعه الشاة لكن رأسها بقلما للبائع، فلما خرج بالشاة وجدها عمياء، العيب فين دحين؟ في رأس الشاة، يرجعها له، حتى وإن قال يا أخي الراس باقي لي، الراس باقي لمن؟ للبائع، استثناه، لكن نقول أيضا هذا عيب وله أن يردها بهذا العيب. جاي خلاص. قال: ولا بيع فجل ونحوه. ليش؟ لأن الفجل في الأرض يا شيخ لا يرى، فإن كان يعلم بخروج الورق ماله. عندك البصل فين ينبت الآن؟ تحت. البطاط فين؟ الثوم فين؟ تحت. لكن متى علم وعلم بالخبرة يصح بيعه. قال ايش؟ قبل قلعه للجهالة، السبب انه ايش؟ الفجل هو تحت الارض، اللي يطلع ايش؟ الورق. يقول هذا ما يصح لانه مجهول بناء على المسألة هذه. لكن طيب اذا علم كما لو كان يعلم ما ايش؟ ايوه نعم. لا الحمحم موجود نعم. يصح بيعه، رآها بعينه اشترى
ولا اشترط أنها حلو، هذا باب ثاني. اشترط ولا اشترى حبحبة مجعجبة يشتريها يشلها، نعم. لكن لو اشترط قد يكون ما يبغى ياكلها، يبغى يعطيها حيوان، يبغى يطبخها طبيخ، يبغى يحط عليها ملح. ولكن الآن في بعض الدول الحبحب يعطوه فوقه ملح وحوائج كل واحد. نعم كل واحد، نعم موجود الآن هذا في بعض الدول في آسيا، يقطعوا النور يحطوا على ملح وإيش وكذا. هو ما يبغى حبحب حالي مثلا، فهمت يعني شيخ؟ لكن لو اشترى المسلمون على شروطهم كما قال الشيخ. ولا بيع الملامسة، هذا فيه نص يا شيخ، أبيع فيها نص من النبي عليه الصلاة والسلام فلا عدول عنه. بعتك ثوبي هذا متى لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب لمسته فهو بكذا. ويأتيك الدليل نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، هذا نهى عنه النبي، فهذا بيع فاسد. ترى هذا يختلف يا شيخ عن بيع ثوب يعرف باللمس. أنت معي؟ ها؟ هذه مسألة المسألة هذا جاب لك ثوب لكن يعرف بإيش؟ هذا الثوب لمسه حرير صناعي، حرير طبيعي، سلك، قط، يعرف بإيش؟ هذا ما في شيء. لا الملامسة لها، خش أي ثوب تحط يدك عليها ب10 واضح؟ هذا معناه أي ثوب لمسته. هذه موجودة معلومة قدامه، عليها أسعار، مكتوب عليها أسعارها، مكتوب عليها أسعارها، مكتوب عليها 5 يشتري 5. ها؟ برقمه صحيح الدول الصحيح، أيوة برقمه، بس يعلم الرقم. ها؟ يعني شاف الرقم عليها 5 شراها، ما في شيء. وكذا المنابذة، أي ثوب نبذته إلي، إيش؟ أي ثوب أرجمه لك ب5، هذه قد يقع فيها غش. نعم رجم له ثوب قيمته 5 وجعله ثوب قيمته 100 لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة والمنابذة، هذا نص فيها من كلام النبي عليه نهي، وهذا النهي الفساد كما قلنا. وكذا بيع الحصاه نفسه، أشبه بنعم، أي نعم ارميها، أي ثبتت عليه فهو لك بكذا. ولا يبيع عبد من عبيده، يعني غير معين، أو شاء من قطيعه، يا ظلم. نعم. وشجر بستانه حتى قد سوت القيم. ليه؟ هذه جهالة، واضح. أبيع الكبش والكباش هذه ب500، لكن تبغى تشتري خش نقى واحد عن التبيع على القيمة. لكن أيضا الآن أسواق ب5 وأسواق ب10، قلت إذا دخل وشاف إيش السعر عليه واشترى بهذا السعر ما في مشكلة. وترى كلها ب5، بعضهم ب5 الآن، فيها ب5، فيها ب10، فيها ب75، هذا لا. ولا بيع عبد من عبيده غير معين، عنده 5 عبيد، قال أنا أبغى منهم واحد مثلا إيش ب1000، والغالب أنها ما تتساوى، ما يتساوون عبيد. الغالب ما يكاد تجد شخصين متساوي كل وجه، لا في طول ولا في ذكاء ولا في. وشجرة من بستان، هذا كل هذا عشان الجهالة. ولا استثناؤه إلا معينا، الثنيا إذا كان مع، أما إذا كان ما تعلم، يعني بعتك هذا وسيأتيك هذا الكبش إلا شحمه، هذا غير معلوم، الدنيا مجهولة هذه فلا يصح. قال فاستثناؤه إلا الاستثناء بده يكون إيش؟ فإذا كان مجهولا، طيب ليش مجهول؟
ما يصح، لأن الاستثناء المجهول يكون الباقي مجهولا. ها؟ فهمتها؟ نعم، استثناء المجهول. ها؟ من المجهول ماله أو من المعلوم. واضح؟ استثناء من المعلوم يصيره إيش؟ يعني يبقى الباقي مجهولا. واضح؟ استثناء مجهولا من معلوم، فهنا أصبح المبيع غير معلوم فلا يصح. ولذلك اشترط أن يكون المستثنى معلوما إلا أن تعلم. وإن استثنى بائع، نعم، استثنى رأس الحيوان أو جلده أو أطرافه صح. يعني استثنى رأس الكبش، قال بعتك الكبش إلا رأسه، أو إلا جلده، أو إلا يده. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر. ليه؟ قال بعتك الكبش إلا رأسه، بعدين قال يا أخي أنا أبغى قاص. قال ما أنا يعني ما أبغى، أنا أبغى أدني. يا أخي قاص لي حتى لو كان أنا ما شرط أقاص لك، لكن كبش كبش ما أنا ذابح. قال لم يجبر إلا إن كان إيش؟ اشترط في العقد بعتك هذا الكبش إلا رأسه بشرط أن تذبحه وأن تعطيني إيش؟ ما استثنيته. فالمسلمون على شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن امتنع المشتري من ذبح هذه الشيء التي استثنى البائع رأسها لم يجبر، قال إلا إن كان بشرط ولزمته قيمته، يعني كم قيمة هذا الرأس الذي استثناه من البائع. أيوة قيمته، يعني كم تقريبا. أيوة هذا معناه يقوم. والتقويم هناك من يرى يكون من اثنين، من الخبرة، ناس عندهم خبرة في الكباشة، خبرة في بيع نعمة. هل يقبل قول واحد أو لابد من اثنين؟ إن قلنا من باب الشهادة لابد إيش؟ اثنين. ويتوجه أن يقبل قول واحد. أما المذهب لا، أكثر هذه الأشياء لابد من قول اثنين، حتى ترجمة عندهم. المذهب لابد إيش؟ نعم، إلا اثنين المذهب، لأن هذا باب الشهادة. الشهادة لابد من شهادين. لا لا الشيخ يقول قيمته، لا، هذا الكلام غير هذا. هذا الراس الموجود كم قيمته في السوق، لكن هذا يقول لا، قيمة رأس مثله. فهمته؟ يعني الكبش هذا أرقم واضح، ورأس كبير رأسه واضح، قيمة راس في السوق 5 جنيه مثلا، لكن ابن القيم يقول لا إيش؟ راس مثله كم قيمته؟ راس مثله مو هذا واضح، يرجع المثل، لأن الأصل المثليات، الأصل هذه المثليات. ولذلك هل يشترط في المثل أن يكون من كل وجه؟ لا. قال تعالى إيش؟ فجزاء مثله. فابن القيم يرى أنه إيش؟ نشوف رأس ماله مماثل لهذا الرأس، وشوف كم قيمة ذلك الرأس، مو هذا نفسه. المذهب إيش؟ لأن هذا مو مثلي عندهم، هذا متقوم، وكل متقوم يرجع فيه القيمة. انتهى؟ فهمت الفرق بينها؟ أيوة نعم. قال
والمشتهي الفسخ، نعم زي ما قلنا. وجد المشتري أن هذا أو هذه الشاة عمياء أو عورة، قال البائع يا أخي راس لي يا أخي، العمل في الراس. يقول أيضا لكنه عيب. أيوه يأثر في اللحم. هذا الكبش ماله أعمى ما يأكل، تلقاه إلا يلا إيش تلقوه أنت. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هذا الأعمى قد يكون أولى من غيره. ليش؟ لأن صاحبه يعتني به بتلقيمه وإعطائه بيده. هذا ليس بصحيح. وهذا في باب الأضاحي. النبي قال عوراء ما لها. هل تجوز العمية؟ العمية صح. 4 لا تجوز في الأضاحي. 4 لا تجوز فين؟ في الأضاحي بين عوراء. طيب عمية، بعضهم يقول يا أخي العمية لا، العمية يلقمها صاحبها لقمها واضح ويعتني بها أكثر من العورة. فلتها تأكل نفسها، تأكل في شقة بس. نعم، لكن القول ليس بصحيح. وهذه قاعدة أن يكون المسكوت ماله من المنطوق مطلقا. فإن مسألة ثانية، فإن توضأ وغسل رأسه ولم يمسحه، هل يكون أولى بالحكم المنطوق؟ واضح يا شيخ؟ قال فامسحوا ايش؟ وامسحوا. قام لا، المسح هكذا أنا أغسله. قلنا لا، أي هذا نص. قال لك احنا ما نقول له، نقول له بدي يمسحه بالماء. لا، غسله بالماء يقول أمق يديك عليه، فهذا يعتبر من مسح بالماء ما دام قد مبلل كله. كلام أصحابنا يا شيخ، هذا يعتبر ماله مسح. هو لا، هو غسله فاصلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم. يوم عند راسه ما فك الدش عليه، قال ما أبغى أمسحه، بغسله زيادة ما أتشوف. قلنا لا، أمق يديك عليه تعتبر مسحته، أما تركه هكذا ما يصح هذا، لأن قال وامسحوا برؤوسكم. فلا يقال إن إيش هنا إيش أن يكون أولى بالحكم المنطوق. أما العمية لا، العمية ما لها، ما تجزي القول صحيح. حتى وإن قال من قال إنه إيش أن صاحبها يدللها ويلقمها واضحة ويعطيها بيده ويعتني بها، الكلام ما يصح. قال الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى مثل ما قلنا. وجد العيب في الرأس، استثنى يد الحيوان، وجدنا فيها عرجة فهذا عيب يثبت به ماذا؟ الخيار يثبت. نعم، الخيار. إذا قلنا الخيار، إيش معنى الخيار؟ إيش معنى الخيار؟ يعني يفسخ. معنى هذا معناه الخيار، هذا معناه اللي هو يفسخ، وله إيش؟ وله أن يمضي. نعم، وله أيضا ماذا؟ الأغش. إن كان بعض العلماء يقول ما في أغش، شيخ الإسلام لو كان في المسألة هذه. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف، العكس استثناء الشحم والحمل لا يصح إفراده بالبيع. طيب إذا علم الآن من أجل الحديثة إيش المانع؟ إذا علم الآن الشحم هذا عرفناه وأصبح معلوما، يصح. نهى عن الثنيا إلا أن يعني في أجهزة فرضا. الحيوان ايش؟ دخل بالجهاز يطلع لك وهو باقي الحيوان حي، شحم يطلع كذا. ولو باع الحيوان بالكيلو الآن يصح ولا ما يصح؟ حيا صح. قال لك هذا الكبش يحط الميزان، ترى الكيلو ب10 صح. ايش المانع؟ الأصل في العقود ايش؟ الصحة.
وزن الكبش وزن البعير كيلو بنيالي مثلا، صحيح. ترى الآن يبيعونها في بعض المناطق، ما توزن الآن تباشر، توزن بعضها ها بالوزن، ما في شيء، بيع صحيح. قال وعكسه الشحم والحمل مما لا يصح فيبطل البيع باستثنائه، لو استثنى شحمه أو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه، يقول هذا ما يصح لأن هذا لا يفهم بالبيع. احنا قلنا متى القاعدة ما هي؟ علمت الثنيا ها صح البيع. قد تعلم قلت لك بالأجل الحديث الآن الجديدة بين لك كل حاجة، ايش المانع؟ ولذلك كلام أصحابنا في باب السلم قالوا أنه لا يصح السلم في الجوهر ليه؟ ما ينضبط، لكن ينضبط الآن عندنا أجهزة أن تضبط. عندك الآن أشياء ما تنشاف، أنت معي، لكن الغاز عندك الغاز انشاف. فكل شيء متى علم بطريقة معينة ماله صح. ها؟ نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. شوف كيف، شوف نص مليان. فإذا علم الدنيا بأي طريق ماله أجهزة حديثة تطلع لك الدنيا، إيش المانع؟ احنا يهمنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قالوا على رأس العين. ها؟ كلام الناس الثانيين رايح جاي ما لنا فيه. ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ لدعاء الحاجة لذلك، ولكونه مصلحة لفساده. يعني هذا اللي يقول لك رمان لو فكينا ماله يفسد، أو بطيخ أو حبحب، فيصح بيعه. يقول لك يصح بيعه، نعم، لا لو فتحنا ماله يفسد وتذهب المالية، أصبح ما إيش ما في فائدة. والشريعة ما لها تنهى عن إضاعة المال، وفي الحديث نهى إيش؟ كره لكم ثلاثا، ما هي؟ قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أي سؤال؟ كثرة السؤال شيء يتفقه في الدين في شيء. هذه الأسئلة التي إيش مطلوب فيها التحدي، تمحل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، نعم، مسائل ما فيها فائدة. قال ويصح بيع الباقلاء. ايش الباقلاء؟ الفول، الباقلاء ونعك الحمص والجوز واللوز في قشره، وهو داخل ايش؟ عندك الآن الفستق، عندك أشياء نعم يسموها حب العزيز، اللي يؤكل في داخله، يصح بيعه ولا إشكال في ذلك. يعني لا يقول قال هذه أمور داخلها مجهول فلا يصح بيع هذه الأشياء. فيقول هذه كبيع عمان لو فتحت مالها تفسد، نعم. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، هذا فيه حديث، نعم، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وفي لفظ حتى يبيض. طيب خضي خضي هذا بيعه لا يزال في سنابله على ايش؟ ما باقي، لكن لو قطعه ماله وباعه خضيرا صح. ترى نزلناها في التليجرام المسألة هذه، لأن هذا كان يبيعون خضير قبل أيام هنا. عارف خضير يا شيخ؟ لا باقي زارع ما حتى يشتد، حتى يصبح ايش؟ لا يصح. هذا إذا اشتد يصح. أيوة يصح، اشتد. أما باقي ما اشتد لا ما يصح. الحديث نهى عن بيع الحب نص هكذا حتى يشتد، وفي رواية حتى يبيض، يعني حتى يصبح ماله. أيوة هذا معناه. لأن النبي للبيع ما بعد الغاية يخالف ما قبل الغاية، فوجب زوال المنع. يعني بمعنى أن النبي حتى يشتد
بعد اشتداده صح بيعه، قبل اشتداده ماله؟ هذا في سنبله، يعني باقي ايش؟ لم يقل لم يقطع، جزاك الله خير، لم يقطع أو لم يخبط، أنت معي؟ لكن لو خبط أصبح خضية ماله؟ صح بيعه. أو قطع وإيش؟ أصبح ماله؟ ولذلك يصح البيع بشرط القطع كما سيأتينا إن شاء الله بيع الأصول والثمار. القطع أيوة، يعني يقطعوا طوالي، وسيأتي الكلام على خلاف المسألة. بشرط القطع بيأتي الكلام عليها في باب بيع الأصول والثمار. فلو باعه مثلا منقع بشرط القطع باقي ما ايش؟ ما نضجت العنب حتى يسود، وعن بيع الثمرة حتى ايش؟ حتى تصلح. نعم، التمر رطب، يعني إذا بدأ فيها الصلاح. سيأتي باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله، والكلام في بيع الحب والخضير يدخل فيها إن شاء الله. نعم. لا يشيل يقطعها كلها طوالي، وبيجي وهناك من علم يقول لا يصح الحب أبدا، يقطعه هو بعدين يبيعها مقطعة، لكن يبيعها كذا بعضهم يقول يمنع، ما يجوز أبدا. أيوة يبيعها مقطوعة مقطع، أما أنه يبيعها واقفة لها، لأن كل ساعة ما لها تنمو، ما تنمو خلال 3 أيام يحبب بعض الأحيان، الأسبوع ما له يحبب الحب. ويأتي لك على في بيع الأصول والثمار، الأصل يعني باع الزرع نفسه واضح، وفي بيع السنابل لحالها، وفي بيع النخلة مع حملها، وفي بيع ايش؟ حملها لحاله، وفي بيع الأرض مع النخل، كله يجي الكلام هذا. لا هو صاحب المزرعة ويقطع كل يوم جزء ويروح يبيعه، ما في شيء هو يعني ايش؟ قد قطعوا طلعوا، لكن يبيعه باقي لا 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 لا. وحتى هناك من أهل العلم من يقول على أنه إذا كان قبل ما يشتد يقول هذا إتلاف للمال، لكن إذا كان يبيعه خضيع يعني يبيعه باقي يتوجه أن يصح. ذكرنا هذه المسألة ترى في التليجرام، رجعنا أسئلة عنها أيام باع الخضيع هنا. قال